ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنعمل فطاير حلوه جدا تنفع للاولاد في المدرسه. مكوناتها سهله وبسيطه، وان شاء الله كلكم هتعرفوا تعملوها. عندي 3 كوبايات من الدقيق، معلقه كبيره خميره، معلقه كبيره سكر، رشه ملح، ومعلقه صغيره من الخل. ونقلب بقى كل المكونات دي مع بعض. بعد كده عندي كوبايه من اللبن الدافي، ربع كوبايه من الزيت. ونقلب بقى كل المكونات دي. اول ما العجينه تبتدي تلم معايا هعجنها بقى بايديا. اهم حاجه في العجينه عشان تبقى ناجحه ان احنا نعجنها كويس كويس قوي، مده ما تقلش عن 5 دقايق او 7 دقايق. هبتدي بقى احطها على الرخامه واعجنها بالشكل ده لحد ما العجينه تبقى ناعمه معايا زي ما انتوا شايفين كده. هحطها بقى في البولة وغطيها كويس واسيبها تخمر. اول ما العجينة خمرت معايا هبتدي بقى اشكلها كرات، كل كورة حوالي 60 جرام. نحاول كلهم يبقوا قد بعض. هنا بقى بعد ما شكلت كل العجينة هغطيها واسيبها ترتاح 10 دقايق وابدأ بقى اشكل. هبدأ بأول كورة انا عملتها. طريقة التشكيل سهلة جدا. هنبتدي ان احنا نفرد العجينة بالشكل ده، نخليها رفيعة، ونقطعها كده بالسكينة زي ما احنا شايفين. ولازم السكينة نحطها في الدقيق ونلف بالشكل ده. اهم حاجة نقفل الاطراف ومن تحت كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. هعمل واحدة تانية. هبتدي ان انا افردها بشكل بيضاوي واحط السكينة في الدقيق وابتدي اقطعها كده والفها واضغط جامد واقفل كويس من تحت واقفلها من الجناب. زي ما انتوا شايفين كده الطريقة سهلة قوي. وطالما احنا يعني ريحنا العجينة هنلاقيها بتتشكل معانا بسهولة. نقفل كويس من تحت ونرص كله في الصينية زي ما انتوا شايفين كده. هغطيها بقى واسيبها تخمر تاني لمدة ربع ساعة. هنا بعد ما خمرت هبتدي بقى ان انا ادهنها بخليط من اللبن والبابريكا، بتدي لون حلو قوي للعجينة. وادهنها كويس بالراحة علشان العجينة ما تهبطش معايا. وطبعا انا مسخنة الفرن. هدخلها بعد ربع ساعة تطلع معايا بالشكل ده. شكلها جميل جدا. هبتدي بقى ان انا اغطيها بعد ما ترتاح هيكون ده شكلها. اتمنى انكم تجربوها وتقولي لي رأيكم.
لو عجبتكم بقى الوصفة ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان ينزل لكم كل جديد.